عادل، انت عملت شعرك فين؟ عادل، اسئله كتير عمال تجيلي عن شعري 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 قدامكم اهوت. بكل بساطه انا عملت تجربه كامله لشعري، خدت تقريبا اكتر من 3500 بصيله. كان عندي الجنب ده تقريبا ما كانش موجود، وقدامكم اهوت، قدامكم عينيكم اهوت شعري بقى عامل ازاي. انا موجود اهو قدامكم لايف. شعري عملته في مصر، مركز تشينج مي. انصح بتشينج مي، المركز ده ممتاز. لا محتاجين نروح تركيا ولا محتاجين نروح في اي حته. كل اللي احنا محتاجين نعمله ان احنا ندي فرصه للناس اللي موجوده في مصر. كل حاجه موجوده، بيستخدموا احدث التقنيات اللي انتم ممكن تخيلوها اللي موجوده في تركيا ولا محتاجين نسافر، ولا محتاجين نعمل فيزا لتركيا، ولا تصحيح امن لتركيا، ولا كله موجود في مصر. وفي مصر الجديده جنبنا ممكن نروح نعمله مركز تجميل في كل حاجه. في برضه عيادات للسنان، في عيادات، كل اللي انتوا عايزينه موجود في المركز ده. انصح ب تشينج مي. دي تجربتي وقدامكم اهوت شعري زي ما انتم شايفين اهو، مفيش حاجه من بعيد ولا حاجه، شعري قدامكم. انا مبسوط بالتجربه. شعري كان وحشني، بدا يخف جامد، شعر رجع تاني. ده تجربتي مع تشينج مي. ناس بعد ما قعدت تسالني كتير جدا، فانا قلت ان انا اطلع او اقول على تشينج مي تاني بعد تجربه دامت تقريبا 9 شهور احنا مع بعض. ودلوقتي دي تجربتي بوريها لكم بعد 9 شهور مع تشينج مي ورحلاتي حول العالم.